طيب بعد ما باركنا للنادي الأهلي امبارح بفوزه بالسوبر المصري. النهارده كده هنحلل لعب الفرقتين، لعب الأهلي ولعب الزمالك. تحليل فني للماتش. طبعا الماتش كان 120 دقيقة غير ضربات الجزاء، فهنسيب ضربات الجزاء كده في الآخر هنتكلم عليها، وهنتكلم بقى في ال 120 دقيقة يعني. طيب هو الفرقتين عامة الأول ابتدوا بخطتين. الزمالك ابتدى ب4-2-3-1، والأهلي برضو ابتدى ب4-2-3-1، واتقلبت الطريقة جوه الملعب بعد كده 4-1-4-1، وبرضو الأهلي 4-1-4-1. فخلينا نبتدي بالزمالك. لعب 4-2-3-1. الأربعة اللي ورا المسلوسي وحسام عبد المجيد السرد باكات، وباك رايت عمر جابر، وباك ليفت محمود بن تايج. وحطوا قدامهم زياد ومحمد شحاتة اتنين ديفندرات، قدامهم عبد الله السعيد 10، على اليمين زيزو، على الشمال ناصر ماهر، وقدامهم سيف الجزيري. ف4-2-3 واضحة الطريقة دي بالنسبة للزمالك. والتشكيل ده أنا ما كنتش يعني برجحه، لأن هو هيفقدك الكورة في الخط الدفاعي، يعني مش هيخليك الاستحواذ اللي انت عامله. انت كنت بتحط عبد الله السعيد 6 بيسند جنب دونجا، او بيسند جنب لعيب رقم 6 اللي بيلعب، لان دونجا ما لعبش. فده اللي كان بيديك السيطرة والاستحواذ في أي ماتش، خصوصا ماتشات الأهلي يعني. منطقة نص الملعب هي اللي كانت بتستحوذ، فدي اللي كانت بتديك الأفضلية. فطبعا غياب مصطفى شلبي هو اللي قلب الخطة، يعني خلاه يلعب يعدل في المراكز، لأن أنت ما عندكش. كان الجناح الشمال كان مشلاك، ولو كان ابتدى بيه اول ماتش دي كانت رؤيته، يعني لو ابتدى بيه اول ماتش كان مش هيبقى عنده ورقة رابحة بعد كده ينزل بيها، مش هيبقى ما عندوش تغييرات كتيرة ينزل بيها، وخصوصا ان الماتش مش 90 دقيقة. الماتش لو كان انتهى هيبقى فيه شوط تالت ورابع، هيبقى معاه تغيير زيادة. هيحتاج ان هو ينزل بلعيب او اتنين يجددوا يعملوا تجديد للفرقة. فاضطر ان هو يبتدي بزياد كمال ومحمد شحاتة. وبناء عليه بقى اللي حصل ان في اول نص ساعة او اول 35 دقيقة كان استحواذ قوي للاهلي وسيطرة جامدة في نص الملعب، وخصوصا في منطقة نص الملعب بتاعت الزمالك. الاهلي كان بينقل الكرة فيها بشكل طبيعي جدا، مفيش اي مشكلة في ضغط، بس مفيش قطع، مفيش استخلاص للكرة، مفيش قطع للكرة. الديفندرات ما كانش عندهم القدرة ان هم يبقى في استخلاص، على عكس دونجا يعني. وكان عبد الله السعيد كان بيسند معاه، كان بيزيد معاه. فطبعا هنا حصل فقد للكرة في المنطقة دي كتير، ما حصلش بناء للهجمة، يعني نقل للكرة، فما فيش بناء للهجمة. فحصلت بقى ال 35 دقيقة الأولانيين إن خلاص كده يعني الفرقة فقدت الميزة الأساسية اللي أنت المفروض تلعب بيها الأهلي، اللي هي الاستحواذ. لان انا قلت قبل كده انك هتستحوذ قدام الاهلي هتكسبه، مش هتعرف تستحوذ هتديله الكوره او هتفقد الكوره لاي سبب ايا كان. خلاص انتهى يعني هيضغط عليك، وفعلا ضغط عليك كورتين في العارضه وكورتين انفراد، وكان ممكن يعني اول 30 دقيقه تشوف مثلا 3 اجوان او 4 اجوان يعني. لكن عواد بصراحه يعني انقذ الزمالك في الاول من نتيجه تقيله بصراحه يعني. بعد نص ساعة لما الجوميز شاف الضغط القوي على الزمالك وفي فقدان للكورة ومفيش استحواذ، ابتدى يعدل التشكيلة اللي أنا كنت قلت عليه إن هو كان المفروض يلعب بمحمد شحاتة رقم 6، ويخلي زياد كمال بره لو احتاجه خلاص، يعني لو أنت احتاجته بعد كده نزله. لكن ما تنزلش بالاتنين، انت كده حرق انت التشكيله اللي انت نزلت بيها دي عملت مشكله عندك في الملعب، انك انت حرقت مراكز وحرقت تغييرات. يعني حرقت مركز ايه؟ حرقت ناصر ماهر ناحيه الشمال، اضطريت ترجعه، ادي تغيير مركز. حرقت عبد الله السعيد في رقم 10، هو كان بيلعب فيها قبل كده بس بقاله فتره بيلعب 6، فحرقته ورجعته تاني، ادي كده مركزين. خسرت تغييره في اول ماتش. هو صح اللي انت عملته صح، هو موقف انت نزلت بيه في البدايه انا شايف من وجهه نظري ان هو غلط، بس انت لحقت نفسك يعني في بعد نص ساعه. طلعت زياد كمان، ونزلت مشلاك ناحيه الشمال، عدلت الفرقه على عدلتها.
ولعبت 4-2-3-1 بالطريقة اللي انت بتلعب بيها، فقدرت تجاري الاهلي. خطأ الاهلي ان هو في اول نص ساعة في الاخطاء اللي انت عملتها في التشكيل، انه ما قدرش يستغل الفرصة. الحظ ما ساعدوش او التوفيق ما ساعدوش ان هو يخلص يعني. فدي من وجهة نظري يعني اول، يعني من ضمن الاخطاء بتاعت الزمالك، يمكن ده الخطأ الاساسي يعني. بعد كده جه الشوط الثاني، الزمالك قدر يجاري الاهلي، في طبعا كان استحواذ اكتر للاهلي لانه هو عنده لعيبه اكتر، ودي هنتكلم عليه بالنسبه للاهلي يعني بعد كده. فقدرت انت تجاري الاهلي في الشوط الثاني، و جالك فرص كتير، رحت على المرمى كتير، ضيعت فرص، كان ممكن الزمالك يخطف في الشوط الثاني بكرة او اتنين ويخلص الماتش خالص يعني، ويقفل. لكن برضو انا دايما كنت بقول ان في الماتشات الاهلي والزمالك او الماتشات المهمه، انت ممكن تجيلك فرصه واحده في الماتش، وممكن تجيلك فرصتين، ممكن تجيلك ثلاثه، ايا كان الفرص اللي تجيلك لازم الفرصه اللي تيجي تستغل. لازم انك انت تترجم فرصه زي دي، لان الماتشات دي بتاعت الفرص يعني. في ماتش السوبر هي فرصه جات لناصر، خلصها، خلصت جون، جابت لك تعادل وجابت لك بطوله بعد كده. فده كان المفروض يحصل في الماتش بتاع السوبر يعني المصري. بس المهم، ف طبعا احنا اللي هو ما عندوش خيارات او اوبشن كتير، فقدر ان هو يقدر يكمل يعني ال 90 دقيقة، فاضطر يكمل بنفس التشكيلة مع التغييرات الاضطرارية بقى بعد كده يعني. طبعا هو كالعادة كان بيطلع ناصر ماهر في اخر الماتش، لما حس ان هو هيخش على شوطين اخر في تغييرته. ما عندوش غير شيكابالا بره. محمد علاء نزل مكان بنتايج، لما بنتايج خلاص شعر بالاجهاد ما قدرش يكمل، فخلاص ده باك شمال ده نزل مكانه، فما عندكش لسه فتوح مش جاهز، فخلاص يعني اضطر ينزل آه، محمد علاء مكان بنتايج. والتغييره برضو التانية الاضطرارية اللي هي برضو الإجهاد اللي حصل لمحمد شحاتة، نزل اللي هو اللاعب الناشئ، مش متذكر اسمه، برضو ده لعيب ناشئ يعني، لسه اول ماتش اهلي وزمالك، وبرضو بس عجبني بصراحه يعني. ولعيب كويس، بيقف على كورته حلو، عنده تحولات، هيخدم فكر الراجل بالنسبه للاستحواذ والسيطره على الكوره وامتلاك الكوره وكده، هيخدم فكر الراجل يعني. لغايه ما وصلنا للدقيقه 120، وبعد كده دخلنا على ضربات الجزاء. بالنسبه للاهلي هي نفس الفكره، كان 4-2-3-1. بالنسبه طبعا الاهلي كان بيلعب اتنين ديفندرات، مروان عطية وكوكا، وقدامهم إمام عاشور، وناحية اليمين طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وقدامه وسام أبو علي، ورا اتنين سيرد باكات إبراهيم وياسر، باك رايت أكرم توفيق، وباك ليفت اللي هو يحيى عطية الله. يحيى عطية الله بالمناسبة عمل ماتش هايل امبارح بصراحة يعني. السويسريين اذكياء، انا بعتبرهم اذكياء يعني، بيتعلموا بسرعه جدا جدا يعني، ما بيعاندش لو عنده خطا او في مشكله عنده، مش بيعاند. وخصوصا لو بيخسر يعني بخطا، ده بيخسر بطوله. ده اللي عمله السويسري امبارح، ده اللي عمله كولر. اول حاجه رجع اكرم توفيق باك رايت مكان عمر عبد الواحد، وعمر كمال قصدي، ومحمد هاني مصاب اصلا. دي اول حاجه. تاني حاجه لعب بطاهر محمد طاهر، بس ما لعبش بيه مهاجم زي الماتش اللي فات، هو لعب بيه وينج، وينج رايت. محمد طاهر، ايه الفرق بينه وبين بيرسي تاو؟ بيرسي تاو مهاري اكتر مهاره، بيخش للعمق،